تحليل على السريع لماتش الاهلي وصن داونز. مش بنحلل التحليل الميتافيزيقا، ومش بنحلل التحليلات اللي بنشوفها في التلفزيون، لكن بندردش بس في ماتش الاهلي النهارده، واللي شفناه في ماتش الاهلي النهارده باداء متراجع من الاهلي. مش هقول اداء سيء لان النتيجه مش وحشه. اللي شاف النتيجه يعرف ان الاهلي ممكن يعوض في القاهره، لكن اللي شاف الماتش يعرف ان الاهلي بنسبه كبيره مش عارف يعوض في القاهره. مش عايز اكون محبط لان كل ماتش له ظروفه، والامطار كانت كتيره خالص وكانت بتاثر فعلا على الماتش، بس ما هي بتاثر على الفريقين يعني. لكن وجود رامي ربيعه في خط دفاع الاهلي بالنسبه لي لغز كبير ان رامي ربيعه بيلعب كوره يعني. لعيب نقطة ضعف في الأهلي في السرعة، في مستوى الباص، جودة الباص يعني، والتحرك بالكورة. للأمانة سيء جدا. شايف إن الأهلي وجود رامي ربيعة سيء خالص، ولو الأهلي ما تعاقدش مع أسامة جلال في يناير هيبقى خسر كتير خالص. أسامة جلال احنا ضيعناه من ايدينا الفترة اللي فاتت، السنين اللي فاتت، لما سيبنا بعد ما خلاص كنا متفقين على كل حاجه، لكن سيبنا بيراميدز دخل في الصفقه بعد ما احنا طلعنا منها ايا كان السبب ايه. لكن وجود رامي ربيعه كان بالنسبه لي سيء خالص يعني. فانا بشوف رامي ربيعه كده قلبي بيتغبض يعني، اللي هو بحس ان في حاجه غلط هتحصل في الكوره، في الكون كله هيحصل حاجه. لا عارفين نلعب وفي شمس، ولا عارفين نلعب وفي مطر. الاهلي كان عايز يطلع بالنتيجه دي، الاهلي كان عايز يطلع 1-0 او يمكن 2-0 كمان، ما كانش الاهلي اتحرك. لكن اللي عندي مشكله معاه ان مروان مش هو مروان السنه اللي فاتت يا جماعه. مروان مختلف عن مروان السنه اللي فاتت. مروان السنه اللي فاتت كان ضارب لفوق، كان كل البرامج بتتكلم عن مروان، ما كانش لينا اي كلام غير عن مروان وخط نص الاهلي اللي اتظبط. لكن ان النتيجه تفضل زي ان الاداء يفضل متراجع خالص المرات ديت. لا يعني مش هو ده مروان. وانا كنت مستغرب في بدايات صفقه امام عاشور لما الاهلي تعاقد معاه. كنت حاسس انه صفقه حلوه، لكن مبلغ كبير، 3 مليون دولار او 2 مليون 800، ده مبلغ كبير. لكن لما شفت مستوى الاهلي النهارده ومستوى الاهلي في سيمبا، وشفت خط نص الاهلي من غير امام عاشور وبعد امام عاشور، عرفت فعلا تحية كبيرة للي تعاقد مع امام عاشور. قفشه. انت سهل تكون لاعب كرة يد، تلعب هنا شوية وتلعب هنا شوية. محتاجين كورة عكس المنطق، محتاجين كورة عكس المألوف. محتاجين زينا من لبيرستاو على الجنب، محمد هاني على الجنب، معلول على الجنب. محتاجين ثرو كصانع لعب يعني. دي مش لوغاريتمات، مش بطلب منك المستحيل، لكن محتاجين منك حركة يعني. محتاجين منك تثبت على الكورة لحد ما الناس تبدأ تتحرك. هو ده مش دورك لوحدك، لكن انت نص كصانع لعب مطلوب منك ده انت تعمل تحركات بالكوره. لكن ان اعتمد على بيرستاو في الحركه ديت التحركات، واعتمد على بيرستاو في الهجوم، كل كوم، وتغيير صلاح محسن كوم، ونزول موديست كوم، ان شبح طالع وشبح نازل. لا حسينا بوجود صلاح محسن، ولا حسينا بوجود موديست، ولا حسينا بغياب صلاح محسن، ولا حسينا بغياب موديست، ولا والدنيا ماشيه وماشيه الحياه عادي. بيرستاو بمنطلق في الهجوم لوحده، عمل اللي عليه. مش بالاداء الكبير يعني، بس احنا مستنيين كتير من بيرستاو يعني. مش بيرستاو اللي يبقى كده، لكن هو لوحده. محمد هاني ورا، وفي نفس الوقت رضا سليم ما طلعش، ما تعملش تحركاته زياده هجوميه خالص، اللهم الا في نقطتين ثلاثه يعني. ودي اعتقد بنسبه كبيره كانت من كولر. اللغز عندي نزول طاهر محمد طاهر، وكورتين طاهر محمد طاهر اللي لمس فيهم الكوره في الماتش. الكورتين كانوا اوفسايد، اوفسايد من وضع الثبات يعني. انت لو سالت اصغر لاعب ان انت طالما الكوره لسه مش معايا وانت واقف، ومعروف ان انت هتلعب لك الكوره ان انت واقف لوحديك، فخلي عينك على اخر مدافع يعني. ده اساسيات الكوره يا جماعه. احنا مش بنتكلم في ان احنا نعمل كوره شوطه زيدان يعني. مش بنعمل زين الدين زيدان شوطه من نص ملعب. احنا بنتكلم على انت تطلع بالكوره تعمل هجوم. هي كورتين اوفسايد ليه في وقت حساس زي ده ليه؟ وما انت عايز من الكوره يعني. انت مستني الكوره ازاي وانت واقف في التسلل يعني؟ اه
الاهلي لحد دقيقه 62 ما عملش ولا تصويبه على المرمى، هي تصويبه واحده بس طول الماتش من محمد عبد المنعم، واللي كنت حاطط عليها امال كبيره. شاطها بوش رجله، مع ان كان لو ببطن رجلك في الزاويه البعيده كان هيضمن، لكن مش هلوم لاعب على هجمه طول الماتش. الاهلي كان وحش، او الاهلي كان اداء خايف متراجع. مش ده الاهلي اللي ممكن يكون زي المرات اللي فاتت. الاهلي المرات اللي فاتت كان اقوى من كده، والاهلي لازم يبقى عنده الحميه، الشراسه. حتى لو انا بدافع بحميه، محتاجين رجوله اكرم توفيق. النهارده كانت الحميه الموجوده عند اليو ديانج الوحيد اللي كان شايل خط نص حقيقي. النهارده اليو ديانج الوحيد اللي كان شايل خط نص الاهلي من غير اليو ديانج النهارده كان هيبقى في نتيجه اكبر من كده بكتير خالص. هو والشناوي الاثنين بس اللي كانوا عايزين يعملوا حاجه النهارده. اتمنى الاهلي يغير من الاستراتيجيه، عوده كهربا وامام يا رب يرجع في ماتش العوده. اتمنى اللعيبه يبقى عندها الشراسه، ان ليه الفريق ده يعلم عليها كتير، ليه الفريق ده يدوس كده. مش ده الاهلي يا جماعه ان احنا نبقى نازلين واحنا حاطين احنا ممكن نتغلب 5-6 من فريق يعني ما جاش الفريق ده ولا هيجي. مش عايزين احنا نعمل شبح لينا قدام بيترو اتلتيكو، كان فريق عادي خالص. بلاش نصنع شبح لو سمحتوا، بلاش نصنع شبح. تحللنا ماتش الاهلي، وان شاء الله بعد العوده هيكون لينا كلام تاني مع بعض. ملعب ابو سمره، ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اسوأ لاعب النهارده شفناه، مين اكتر لاعب غيابه كان مؤثر في ماتش الاهلي النهارده، ومين اكتر لاعب مستنيين انه يرجع في ماتش العوده. شكرا ملعب ابو سمره. نتمنى لك ان انت تشاركنا برايك في الماتش كان ايه. احنا بنعمل دردشه عاديه. شاركنا برايك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا.